لما تيجي تجوز جوز صح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جليبيب، ما تبصوش بقى للشكل، بص للدين وللجوهر. سيدنا جليبيب ده كان الصحابة بيقولوا عليه، يعني سامحوني في اللفظ، ده مين شكله وحش، بس مين اللي أخذ منقبة سيدنا جليبيب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. سيدنا جليبيب وقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيمسحه، قال: من يشتري هذا العبد، لا كان عنده بيت ولا كان عنده غطا ولا كان عنده سرير، كان بينام في المسجد حاطط تحت دماغه طوبة هي المخدة بتاعته. فسيدنا جليبيب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتجدني كاسدا؟ انت شايفني ملياش لازمة؟ قال له: ولكنك عند الله بايه؟ بغير كاسد، ده انت عند ربنا حاجة كبيرة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انت اتجوزت؟ قال له: لا. قال له: طب انا هجوزك. النبي صلى الله عليه وسلم راح لراجل من أغنى الأنصار وقال له زوجته: أنا عايز أتزوج بنتكم، المنقبة دي كبيرة. فالأب والأم قالوا: إيه؟ نعم عين، حد طايل، ده النبي صلى الله عليه وسلم هياخد بنتي. قال لهم: لا، ده أنا عايز أخد بنتكم لجليبيب. بلغتنا كده بيقولوا له اخي، يعني ما فيش الا جليبيب. ومين اللي جاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. امر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، اي حاجه النبي بيقولها او بيعملها بوحي. بنتهم سمعت جوه طلب النبي، ابوها وامها راحوا لها فبيقولوا لها: ده جليبيب. قالت لهم: أتردون أمر الله وأمر رسول الله؟ جوزت جليبيب. نادى منادي الجهاد: حي على الجهاد. خرج جليبيب رضي الله عنه، وفي الآخر مات في المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: أتفتقدون أحدا؟ دوروا، كل ما يدوروا يتلاقوا حد يقولوا لحد قالوا: يا رسول الله ما عادش. قال لهم: ولكني أفتقد جليبيب. دوروا على جليبيب تلاقوا قتل 7 من الكفار ومقتول بينهم. النبي بيدور له على كفن أو لحاف يحطوا بيه في القبر، ما فيش غير إيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفنه، والنعش اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشتلوا بيه كان إيد النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية زوجته دي كان بيتهافت عليها كبار الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عشان يتجوزوها. بسبب إيه؟ بسبب طاعتها لله ولرسول الله.